نبتدي بابو الدهب. ابو الدهب، هل يرحل امام عاشور ام يبقى في النادي الاهلي؟ ده شوف يا مهيب، لو جاله عرض كويس يرحل. لكن انا بكلمك ان هو الفتره اللي فاتت ان في كلام كتير جدا على امام عاشور ان جاي له عروض، لكن احنا ما شفناش حاجه، ما طلعش بيان رسمي من النادي الاهلي او من اللاعب ان جاي لك عروض. لكن لو جاله حاجه، لا، مع الف سلامه. النادي الاهلي مش هيقف على لعيب. لكن انا شايف ان ما فيش حاجه رسمي بقت موجوده لامام عاشور. في كلام سوشيال ميديا ان ما رضيش يقعد مع المسؤولين، ما رضيش يحضر التمرين، مع ان اول تمرين ليهم كان الاثنين يوم 27. لكن انا شايف ان لو جاله حاجه كويسه، لا، تليق بيه والنادي الاهلي يمشي. لكن انا مش شايف انها ازمه كبيره في امام عاشور. يعني مفيش حاجه رسميه، يعني ما فيش حاجه رسمي. لا لا يعني كلام. امام جاي له رسمي من دول عربيه. يعني دوله عربيه يا كابتن؟ السعوديه بالتحديد. ماشي، يعني السعوديه بالتحديد. طب ماشي، هل النادي الاهلي رفض؟ لا، مش ما رفضش النادي الاهلي، ما رفضش. النادي الاهلي يهمه القيمه التسويقيه لامام. يعني ايه؟ انا اجيب لعيب ما اخسرش فيه، اكسب فيه. إيه؟ ما انت مش وفي نفس الوقت هو 6 مليون دولار اما يجي له عقد. بس 6 مليون دولار، 6 مليون دولار قليلين. احنا عايزين 8 حضرتك. طيب خلاص، هات اللي يجيب لك كمان. لا، هنجيب 8 وهنجيب 10. طب خلينا بس نقطة نظام. الاهلي لم يصل ليه اي عرض رسمي الى الان اهو. ما هو العرض الرسمي ده بيبقى بعد الاتفاق. ايه؟ مش قبل الاتفاق. انا بتحصل مناورات ومشاورات 8 6 5 10 لغايه اما نتفق. العرض الرسمي لا بيجي فاكس الاول يا كابتن بدر بعد الاتفاق. لا، العرض الرسمي بيجي قبل الاتفاق. العكس، انت بتبعت فاكس ان انت طالب اللعيب ده. النادي اللي طالب. النادي اللي طالب. ما هو ده اسمه عرض. هو عرض يا كابتن. ده اسمه عرض رسمي. ده عرض رسمي. اما انا ابعت فاكس ده اسمه عرض رسمي. انا اقول لكم يا جماعه حاجه. انا اتكلمت مع احد المسؤولين في النادي الاهلي كبار يعني، قلت له امام، قال لي اهلا وسهلا يمشي لو جاله حاجه. بس بيتكلم فين بقى؟ بيتكلم في ال10 في ال12. ما انا قلت كده وش اهو. ما انا قلت كده اهو. ده يعني حاجه انا بقولها لك رسمي. مظبوط. النادي الاهلي بيتكلم في ال10 12. شفتوا؟ 10 12. كنا الاول بنقول 8. الله اعلم بقى النيه، هل 10 12 عشان توصل ل 8؟ دي قصص بقى تفاوضيه انا مش هخش فيها، مش قصتي. لكن انا قصتي الكلام اللي اتقال 10 12. لو امام جاله 10 12 طبعا يا اهلا وسهلا. طبعا يمشي. الف سلام. فايده للنادي وفايده يا باشا الف سلام. فايده ليه وللنادي. الف سلام. فايده ليه وللنادي. بس المشكله برضو خلي بالك ان يعني امام عاشور وحركته مع الانديه، حراكه مع الانديه بيخوف الانديه الاخرى. انت خلي عشان ابقى واضح يعني من الشخصيه يعني نفسها. يعني طبيعه امام، حركه امام، اسلوب امام، تصرفات امام، سواء الفتره الاخرانيه دي بتخلي الموضوع فيه رايح جاي. اكيد بقى في نضج دلوقتي عنده، بقى اللعيب دولي على مستوى عالي دلوقتي. اكيد بقى في نضج يا كابتن مهيب، لان مش هيفضل زي وهو صغير. كابتن ابو الدهب كنت بتاخد قرارات وانت صغير زي ما كبرت. كل واحد لازم هو كمان. ده بقى دور. لا بس بتتغير الناس اللي معاه. دور الناس اللي تحتوي المواهب. بالظبط. لان المواهب بطبيعتها عندها متقلبه المزاج. مزاجه مش على طول ستيبل، مش على طول مستوي. ليه؟ انا لعيب كويس، حاسس بنفسي، انا لعيب كبير. بس خلي بالك امام عاشور داخل 28 سنه. انت واخد بالك؟ يعني كده بقول لك عنده يعني خط وسط 28 سنه. يعني لو بقى 40 سنه كده لازم بقول لك تحتويه. شوف الراجل يعني بتاع. يعني سنه بس يا كابتن، يعني ايه احتويه يا كابتن؟ اقول لك يعني ايه تحتويه. معلش، اقول لك يعني ايه تحتويه. اصل انا اقول لك يعني ايه تحتويه. لا، انا عندي اعتراض. انا لو احتوي المجموعه كلها. ما هو انت كده مش هميز لعيب عن لعيب. انا بلعب. لا مش تمييز، مش تمييز بعيد عن امام عاشور. لكن انا النهارده لا يا كابتن. استنى يا حوده، عايزين نسمع ايه. لازم يعني ايه تحتوي. انا معاك في الحته دي، بس ثواني بس اوضح لكم عشان نفرق ما بين لعيب عادي ولعيب موهوب. اللعيب الموهوب ده محتاج معامله خاصه. هو هذا الكائن اللي اسمه ميسي ده اللي بيلعب 5 دقائق في الماتش، مين اللي بيحتويه؟ الفرقه ولا المدرب؟ محدش مش محتاج ده اصلا. لا المدرب مش محتاج احتواء. لا بص يا كابتن، دماغه برضه خد بالك وشخصيته. طب خليهم يكلموك برضه. انا برضه انا عايز اقول لك بس هو الراجل ميسي ده ال5 دقائق اللي بيلعبهم دول منتج فيهم جدا. فالراجل مستحمله 85 دقيقه.